السلام عليكم عشاق كرة القدم، مرحبا بكم في خبر اليوم اللي كيركز على النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز. اليوم كان حديث كبير في الإعلام الرياضي على مستقبل اللاعب، خصوصا مع التطور الكبير اللي كيدير في المستوى دياله موسم بعد موسم. الأداء دياله اللي شد الأنظار جوليان ألفاريز ولا من بين أسماء اللي كتفرض راسها بقوة في الهجوم الأوروبي. السرعة، الضغط على الدفاع، والفعالية قدام المرمى كلهم عناصر خلاته يكون لاعب مهم في الفريق دياله. والأهم من هذا الشيء هو أنه كيبان دائما حاضر في المباريات الكبيرة، وهذا الشيء اللي كيخلي قيمته ترتفع أكثر فأكثر. المشكلة الكبرى الوضع داخل النادي. رغم هذا التألق الوضع ماشي سهل. النادي ديالو الحالي كيشوف فيه لاعب أساسي في المشروع ديالو، وكيعتبره عنصر ما يتعوضش بسهولة وهناك بسهولة. والصراع الحقيقي بين رغبة بعض الأندية في التعاقد معه وتمسك نادي بيه بشكل قوي. اهتمام أندية كبار حسب تقارير أوروبية، كاين أندية كبيرة بدأت تراقب الوضع ديالو عن قرب، وكتحاول تفهم واش كاين أي فرصة في المستقبل باش تدخلوا في صفقة محتملة. ولكن أي خطوة في هذا الاتجاه غادي تكون صعيبة بزاف، حيث الشرط المالي والمتطلبات ديال النادي الحالي كبار. ولكن انتبه، مازال ما تقرر والو. رغم كل هذا الكلام ما كاين حتى إعلان رسمي حتى الآن بخصوص مستقبل جوليان ألفاريز. كل شيء غير تكهنات وإشاعات كتكبر مع الوقت، وهذا الشيء اللي كيزيد التشويق أكثر. السؤال اللي كيبقى مطروح، واش أليغاريس غادي يبقى يكمل في المشروع ديالو الحالي ولا الصيف الجاي غادي يكون في مفاجأة كبيرة وتغيير في المسار ديالو؟ والخلاصة مستقبل جوليان ألفاريز مازال مفتوح، والأيام الجاية غادي تكون حاسمة باش نعرفوا الوجهة الجاية ديالو.